أنا مش عارفة إزاي لحد دلوقتي بتشتريها من برّه، تعالي أقول لِك إزاي بقى تحضّريها في البيت بطريقة المطاعم. يالّا نسمّي بالله ونبتدي. أول حاجة معايا الفرخة بتاعتي، ووزن الفرخة اللي أنا استخدمتها كيلو 800 جرام، قطّعتها على 12 قطعة وبعد كده غسلتها كويس جدًا أكتر من مرّة، وبعدين صفيتها من كل المَيّة اللي فيها، وابتديت إن أنا أعمل لها فتحات بالسكينة بالشكل ده كده، وطبعًا بقى ممكن تستخدمي أي جزء من الفرخة يعني دبابيس أو أجنحة أو صدور، أي حاجة أنتِ عايزاها بنفس الطريقة دي هتطلع معاكِ نفس النتيجة. خلّصت كل الفرخة وحطيتها على جنب، في طبق كبير حطيت كوبايتين من المَيّة الساقعة، أنا ضِفت دلوقتي كوباية ونُص، والنُص الكوباية التانية هاقول لِك هنضيفه إمتى. ضِفت عليهم كمان معلقة ونُص صغيّرين من الملح، ضِفت كمان معلقتين صغيّرين من البابريكا، وضِفت كمان نُص معلقة من الفلفل الأسود، معلقة صغيّرة من البصل البودر، ومعلقة صغيّرة من التوم البودر، ونُص معلقة من الكركم أو الكاري المتوفّر، وأهم حاجة بقى معلقتين صغيّرين من مرقة دجاج، ودي بقى اللي بتدّي طعم تحفة. لو عايزة تستغني عنها براحتك، بس أنا عايزة أقول لِك بتفرق جدًا في الطعم. خلاص هاقلّبهم كويس جدًا، هاحط بقى قطع الفراخ بتاعتي بالشكل ده كده، وبعد كده هازوّد النُص كوباية مَيّة، لإن أنا حسيت إني التتبيلة أو السوايل ما كانتش كفاية، لكن لو لقيتيها عندِك كفاية ما فيش داعي نزوّد النُص كوباية ما فيش مشكلة. أهم حاجة بقى إن أنتِ تغطّيها كويس وتدخّليها التلاجة أقل شيء يعني بالنسبة لي ليلة كاملة. ليه؟ عشان الفراخ بتاعتنا يعني كل التتبيلة دي تخُش في الأنسجة، وكمان تكون تساعدها على التسوية، ولمّا نيجي نسوّيها تستوي معانا أسرع. طبعًا لو مستعجلة يبقى أقل حاجة 5، 6 ساعات مش أقل من كده. أنا سِبت الفراخ بتاعتي ليلة كاملة في التلاجة، من بالليل لحد تاني يوم بعد العصر. خلاص كده هابتدي بقى إن أنا أحضّر الcover الخارجي اللي هو عبارة عن نُص كيلو دقيق، الفرخة بتاخد نُص كيلو دقيق وبيتبقى شوية صغيّرين، هاحط لها بس ملح، وحطيت رشة فلفل أسود، وحطيت كمان رشة صغيّرة من الزعتر، ورشة صغيّرة من الفلفل الأسود والبابريكا، وهاحط كمان معلقة صغيّرة من مرقة الدجاج الفورية، يعني بابهّر كده الcover زي ما بيقولوا. ولو لسه مكمّلة معايا الفيديو ما تنسوش تشجعونا بلايك ودعوة حلوة من قلبكم زي ما انتم معودينّي، ويا ريت تقولوا لي بقى العرض الصامت أفضل والّا التسجيل الصوتي، أنا منتظرة تعليقاتكم. يعني بصراحة بتسعدني جدًا وهارُد عليها تعليق، تعليق إن شاء الله. خلاص كده بقى زي ما أنتِ شايفة جِبت مَيّة ساقعة، وجِبت الفراخ بتاعتي، وابتديت إن أنا أنزل بقى في الcover الجاف الأول كده اللي هو الدقيق، أعفّرها كويس وبعدين أرجّعها المَيّة، وبعدين أحطها تاني في cover الدقيق، وابتدي إن أنا أحرّك إيدي بالشكل ده زي ما أنتِ شُفتِ بالضبط. هتعملي 4 قطع بالضبط مش كل الكمية، وتروحي على طول على الزيت بتاعِك. الزيت لازم يكون سُخن، حضّريه في حاجة صغيّرة عشان تحطّي زيت كتير، ما تستخدميش حاجة كبيرة عشان ما نهدرش زيت كتير. وبالضبط هم 15 دقيقة لكل 4 قطع بيكونوا استووا، زي ما أنتِ شايفة كده ما فيش النار في الأول بتكون عالية، وبعد 5 دقايق بنهدّي النار للوسط، وكل مرّة بنطلّع الفراخ بتاعتنا بنهدّي النار علشان لمّا نحط القطع اللي بعدها ما تتحرقش. زي ما أنتِ شايفة كده أنا طلّعت أول 4 قطع ما شاء الله، وهدّيت النار شوية، وبعدين نزلت بالقطع التانية، وبعدين علّيت النار سِنّة، يعني النار أثناء التسوية بتكون متوسطة مش عالية. وبعد 15 دقيقة الفراخ بتاعتنا بتطلع، نطلّعها بقى نصفّيها كده بالشكل ده على مصفى، بلاش نصفّيها خالص على مناديل مطبخ أو ورق مطبخ، يعني الأفضل إن أنتِ تصفّيها في مصفى. شايفين بقى الجمال؟ جرّبوا الطريقة وقولوا لي إيه رأيكم، وأنا مستنية تعليقاتكم